اي منحة انت هتاخدها في الثانوي، وخد بالك انا قلت في الثانوي مش بعد الثانوي عشان تفرق كتير جدا. المهم اي منحة هتاخدها في الثانوي ان كانت بقى اي دبليو سي او رايز او اي ال اي، والناس اللي مهتمه باي ال اي في فيديو على القناه شارح كل حاجه عن اي ال اي ومعلومات وتريكات هتساعدك في القبول في اي ال اي بكل سهوله، هسيبه لكم في الوصف اول تعليق لو انت مهتم بالتقديم على اي ال اي. المهم كل المنح اللي انت بتاخدها في الثانوي دي بتسهل الطريق عليك انك تاخد منح لدراسه البكالوريوس في اي جامعه في العالم، وكمان في التخصص اللي انت عايزه. ففايدة المنح دي انها بتأسسك وبتخلي عندك الاساسيات اللي هتساعدك انك تحصل على منحة بكالوريوس لأي جامعة في العالم. فما تجيش تقول لي انا مثلا نفسي ادرس طب، اقدم على منحة ايه اللي ايه مثلا، يعني هقول لك قول بس يا رب اتقبل، فقدم يا باشا من غير ما تفكر. احنا كده خلصنا النقطة دي. بص يا سيدي كده ناقص نقطتين معانا في الحلقة دي. اول حاجة، اعمل ايه خليني مختلف عن